كتير قوي بيتكلموا عن كليوباترا كملكة، ولكن قليل قوي اللي بيتكلم عن كليوباترا كحورية. النهاردة هنعرف قصتها ونتعلم ايه منها. بصراحة قصتها مشوقة جدا ليا انا شخصيا، من امتع القصص اللي بحب اسمعها. قليل اللي شافوها كحورية متنكرة في التاج، متنكرة كملكة كانت بتنتمي للارض بروحها وبحضورها وليست بجمالها. وهي عندها 18 سنة حكمت واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، لكن حكمها ما كانش بالقوة، بالجاذبية، بالذكاء وبحضور مبهر يخلي أقوى الرجال ينهزموا أمام حضورها وأمام الكاريزما اللي كانت عندها. جوليوس قيصر الإمبراطور الروماني وقع في حبها أول ما شافها من أول مرة، مش علشان جمالها الخارجي، لكن علشان حضورها، كلامها، عفويتها، كأنها كانت بتقرا الراجل من جواه وتعرف هو محتاج ايه. بعده مارك أنطونيو القائد العسكري اللي ما كانش بيخاف من حد، لكن كان قصادها ضعيف، قصاد حضورها وقصاد ذكائها وقصاد ان هي كانت امرأة حورية بتعرف تجذب اي حد. كليوباترا كانت امرأة فاهمة ان هي ما ينفعش تبقى ملكة وبس، لا، هي حلم، هي فكرة مش كل راجل يقدر عليها، ومش كل ست تعرف تبقى زيها. كانت أنثى بأسلوب حرية بتاخد عقل الراجل من غير ما ترفع صوتها، وده اللي انت هتتعلميه معايا في الفيديو ده. انا وانتي هنتعلم سوا من كليوباترا ازاي نبقى حوريين. اول حاجة نتعلمها من كليوباترا، مش لازم تبقي جميلة شكلا علشان تبقي ست حورية، بس لازم تبقي حاضرة كويس قوي وتبقي في طاقتك. كليوباترا مشهورة عنها ان هي ما كانتش فائقة الجمال، كانت امرأة عادية، لكنها كانت بتعرف تستخدم قوي صوتها. زي انا دلوقتي اقدر اكلمك بنبرة هادية وانت عندك نفس النبرة، واقدر اكلمك بنبرة عالية. كلنا كستات بنعرف نتحكم في صوتنا، ولكن الصوت الطاغي اللي كان على كليوباترا هو صوت المرأة الناعمة اللي بتعرف تستخدم تون صوتها، بتعرف تستخدم عيونها وذكائها وحضورها. الست السحرة والست الحورية مش دايما الأجمل، ولكن هي الأذكى. عايزة شوية ذكاء بس عشان تتحولي لست حورية. اتنين، اتكلمي بذكاء مش بكثرة، مش بالكلام الكتير، ولكن بالكلام الذكي اللي هتقوليه. اللي هو ايه؟ كانت بتختار كلماتها جدا بعناية، الكلام اللي هيتقال مش اي كلام وخلاص، وتخلي اللي قدامها حابب ان هو يسمعها. وده مهم قوي عشان تبقي امرأة حورية. الراجل كان بيحس ان هو بيتكلم مع ست فاهماه قوي، مش محتاج يشرح نفسه كتير قدامها. فمهم قوي تحافظي اول حاجة على نبرة صوت هادية، تبقى النبرة دي هي اللي بتمثلك وتتعاملي بيها في كل الحياة، سواء بقى مع حياتك مع الراجل أو في حياتك العادية. دربي نفسك على استخدام نبرة تكون مش مصطنعة، ولكن تكون فيها هدوء. نبرة هادية، ما تتكلميش بطريقة فيها سرعة في الكلام، خلي كلامك هادي وموزون، وخليه من النبرة الناعمة. انت كست تعرفي تطلعي النبرة الناعمة دي. اوقات النبرة دي بتتهاجم من الستات قبل الرجالة. الست بتشوف ست تانية بتستخدم النبرة دي ان هي تهديد ليها، وبتغير منها وبتخاف ان هي تاخد جوزها منها لو لقت ست في حضور كده، في حضورها بتتكلم بالنبرة الناعمة الهادية. الست التانية هتغير منك، فاعرفي ان انت هتملكي سلاح قوي هيخلي الست تغير منك قبل ما توقعي اي راجل. فمهم قوي تستخدمي صوتك الناعم الهادي، النبرة الناعمة، وتنتقي الكلام اللي هتقوليه، وما تتكلميش وخلاص، مش بكثرة الكلام، ولكن بالكلام اللي هيتقال في الوقت المناسب. كل كلمة ليها معناها وتكوني وزنها قبل ما تقوليها. اختاري كلام لطيف ليكي، يبقى ايه، يعبر عنك، يكون بيعبر عنك وبيعبر عن شخصيتك. ما تقلديش حد، ما تقلديش طريقة معرفش مين ولا طريقة مين. انت صنعي لنفسك طريقة كلام معينة ونبرة تتكلمي بيها ترتاحي فيها علشان تتكلمي بيها في حياتك العادية. ما تصطنعيش وتتكلمي بيها مع الرجل بس، لا، عايزاكي تتكلمي بيها في حياتك العادية. رقم 3، عايزة منك تحافظي على غموضك. ما تبقيش كتاب مفتوح لأي حد، لست أو لراجل. خليكي محافظة على حدودك النفسية وعلى غموضك. سحر كليوباترا في ان هي ما كشفتش كل اوراقها، خلت الرجاله يفضلوا يدوروا ويعرفوا هي في دماغها ايه وبتعمل ايه. دايما فيها حاجه مش مفهومه، وده اللي مطلوب منك. احتفظي بجزء لنفسك دايما، ما تكشفيش كل اوراقك، ما تقوليش كل حاجه حاسه بيها، ما تقوليش كل حاجه بتفكري بيها. خلي في جزء من الغموض فيكي،
وده اتعلميه الأول مع نفسك، مع الناس المحيطة بيكي قبل الرجل. خليكي محتفظة بجزء يخص، لما تمشي سيبي فراغ وراكي كله يتكلم عليه. كليوباترا لما اختفت روما كلها اتكلمت عنها. سيبي اثر محدش يقدر يملاه غيرك، تسيبيه بذكائك، بقوة حضورك، بان انتي بتعرفي تتكلمي، بتعرفي تفهمي اللي قدامك، بتسمعي اكتر ما انتي بتتكلمي. ده اللي هيخلي لحضورك تأثير قوي. رقم 5، كوني صادقة جدا مع نفسك قبل ما تكوني صادقة مع أي حد. اعرفي إن انتي بتشتغلي على نفسك وبتتعلمي حاجات تخليكي حرية، مش عيب، ده اسمه ذكاء عاطفي، مش عيب إن انتي تتعلميه ولا شيء يقل منك. ما كانتش بس بتتجمل، كانت بتفهم نفسها ومتصالحة مع ذاتها. كتير قوي ستات بتشوف إن الأنوثة ضعف، وتشوف الصوت الناعم ضعف، وتشوف الخضوع أوقات ضعف. ده مش ضعف، انتي كده في أنوثتك، انتي بتعرفي تجذبي أي حاجة. الستات زمان لما عرفوا ان هم ما عندهمش سلاح زي الراجل، الستات الاذكياء اللي سابوا اسمهم في التاريخ استخدموا انوثتهم كسلاح ليهم ان هم يخضعوا اي راجل ليهم، وكله بمزاجهم، كله بدماغهم بالذكاء. لان الست سلاحها انوثتها، سلاحها ان هي تعرف نقطة ضعف الراجل اللي قدامها وتستخدم ده عليه. مهم تعرفي قيمتك قبل ما تطلبيها من حد. مش مطلوب من حد يفضل يجمل فيكي، انتي جملي في نفسك، انتي قولي لنفسك الكلام الحلو، انتي عظمي في نفسك قدام اي حد. يبقى نركز على ايه؟ اول حاجة الاغواء. الاغواء ان انتي تخلقي طاقة انثوية تخلي اللي قدامك حابب يعيش معاكي في طاقتك، تبيني ان انتي شخصية حلمة، شخصية غامضة، شخصية بتحب تعيش في عالم خاص بيها. وده اللي كانت كليوباترا بتعمله، كانت بتتكلم بشكل حالم، تعيش اللي قدامها في أجواء هي بس اللي خلقاها. كانت بتعمل حفلات متميزة جدا بيها، فيها كل أشكال الإغواء، تلعب على الجانب النفسي وجانب إن هي إيه الإلهاء. هي بتلهي اللي قدامها، بتعيشه في عالم من السعادة. ازاي تقدري تطبقي ده؟ ان انت اللي قدامك تعيشيه في حالة من السعادة والقعدة الحلوة. يعني عارفة كده ستات كده اللي بيحبوا يعملوا قعدات حلوة لجوازتهم، انت هتطبقي ده لو في تليفون ازاي؟ لو بتكلمي واحد وعايزه تطبقي ده في التليفون تعمليه ازاي؟ ان انت يبقى كلامك تخيل معايا ان احنا قاعدين انا وانت كذا، بنعمل كذا. دايما عايشيه في الخيال. الخيال هو سر الاغواء. تاني حاجة الصوت، هتشتغلي على نبرة صوتك. الصوت هو اللي بيأثر بنسبة 1,000,000%. الطريقة اللي بتحكي بيها بتعلي وبتوطي في نبرة صوتك. المشي، اللبس، اخلقي ليكي طريقة لبس معينة تبقى متميزة انت بيها. ما تقلديش حد، ولا طريقة معرفش هيفاء ولا طريقة مارلين. اخلقي انت لنفسك طريقة خاصة بيكي في اللبس، طريقة خاصة بيكي في المشية، وفي ان انت تظهري نفسك. كليوباترا كان كتير قوي ستات بيغيروا منها، لان هي كانت بتعرف تاخد اي راجل ازاي. افهمي الراجل اللي قدامك، خليه يتكلم كتير، خليكي انت في الاول شخصية بتدرس اللي قدامها. ان شاء الله لو هتطلعي ورقة وقلم وتكتبي الراجل ده ايه سره، ايه اللي بيفرحه، ايه اللي بيسعده، ايه اللي بيخليه خاضع معاكي، كل حاجة اكتبيها عنه. اتعلمي عن الراجل قبل ما تتعاملي معاه، اعرفي نقط ضعفه. كليوباترا كانت بتعمل كده، كانت الراجل بتعرف ايه هي نقط ضعفه وبناء عليها كانت بتعيشه في الحاجات اللي هو نفسه فيها. فمهم قوي ان انت تتعلمي نقط ضعف الراجل اللي قدامك. وقبل كل ده عايزاكي تحبي نفسك. الحرية مش بس شكل، مش مهم شكلك، مهم قوي حضورك وروحك، وتبقي حاسه نفسك ان انت حوريه. طاقتك كلها حب وكلها انوثه. مش صعب على فكره ان انت تتعلمي، اهم حاجه تبقي مقتنعه بالحاجه اللي انت عايزه تتعلميها. وكده اكون وصلت معاكي لنهايه الفيديو. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناه، وسيبي لي كومنت قولي لي ان انت استفدتي. يا حوريه، اشوفك في فيديو جديد. باي.